صحيح حامد، منذ ليلة أمس لا حديث هنا في الصحافة الإيطالية إلا عن هذه الإشاعات المتعلقة بتشكيلة ميلان. منذ قليل كنت أتحدث مع صحفيين مقربين جدا من أجواء فريق ميلان، وأكدوا لي أن بالفعل فونسيكا اتخذ قرارا وصفته الصحافة الإيطالية بالجريء والشجاع وغير المسبوق في عهد ستيفانو بيولي بإجلاس نجمي الفريق، نتحدث عن ثيو هرنانديز ورافائيل لياو، على مقاعد البدلاء لأسباب فنية وليست لأسباب بدنية أو أسباب تتعلق بالإصابات، أسباب فنية بحتة بحسب مستوى اللاعبين في المباراتين الأولى والثانية لم يكن مرضي على الإطلاق بالنسبة للمدرب فونسيكا، وبالتالي اليوم سيبدأ بتيراتشيانو على اليسار وسيبدأ أيضا باللاعب تشوكويزي في الأمام. أحاديث أيضا عن عدم البدء باللاعب كالابريا على اليمين، سيبدأ الوافد الجديد إميرسون رويال. كل هذه الأحاديث تلقي بظلالها وتعطي أهمية إضافية لهذه المباراة، لأن ميلان من جهة يأتي بأجواء سلبية إلى هذه المباراة، ولاتسيو أيضا هو الآخر خسر في مباراته السابقة خسارة غير منتظرة أمام فريق أودينيزي، ولكن هذا لن يؤثر على الحضور الجماهيري. حوالي 50,000 متفرج ننتظر تواجدهم هنا في ملعب الأولمبيك. وقبل انطلاق هذه المباراة حامد سيكون هناك لفتة تتعلق بالمدرب الراحل سفين غوران إريكسون، حيث سيكون هناك تحية من قبل الكورفا نورد بكوريوغرافية ننتظر أن تكون مميزة، بالإضافة إلى عرض فيديو، عرض قمصان سابقة في الفترة التي أشرف عليها سفين غوران إريكسون، وأيضا جولة للاعبين القدامى للاتسيو مع الكؤوس التي فاز بها هذا المدرب في حقبة توصف بأنها كانت ممتازة وممتازة جدا هنا في العاصمة الإيطالية.